مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء مروان عثمان نهائيا من نادي سيراميكا كليوباترا، وتوجيه الشكر للاعب على فترة الإعارة الذي قضاها بالنادي عقب مواجهة المصري بورسعيد القادمة في الجولة الختامية من بطولة الدوري، وذلك بسبب عدم قدرة اللاعب على إثبات إمكانياته وقدراته مع الفريق ورؤية الجميع بالنادي بأنه لم يتناسب مع الأهلي. نادي النجم الساحلي التونسي يطلب من محمد الضوي كريستو فسخ تعاقده مع الأهلي من أجل ضمه في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وتقارير صحفية تؤكد بأن نادي النجم الساحلي أبلغ اللاعب بأنه لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الأهلي من أجل الحصول على خدماته بمقابل مادي. وتؤكد بأن النادي التونسي أبلغ اللاعب عن ترحيبه الكبير بتواجده مع الفريق في الموسم القادم في حال الحصول على خدماته بشكل مجاني وبدون تكلفة مالية. الأهلي يستقر على عدم عودة رضا سليم للفريق مجددا في الصيف القادم لتواجد أكثر من عنصر مهم في مركزه، وأيضا لرغبة الأهلي القوية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي. والأهلي يتجاهل عرض نادي الجيش الملكي المغربي الهزيل بالحصول على خدمات اللاعب مجاني مقابل تخلص الأهلي من خدماته في الصيف القادم. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن إدارة النادي تستهدف الحصول على $1,000,000 كحد أدنى من أجل الموافقة على التخلي على خدمات اللاعب، وذلك بعدما ظهر بشكل مميز مع نادي الجيش الملكي المغربي خلال فترة إعارته، وتلقي النادي عدة استفسارات من أندية خليجية من أجل الحصول على خدماته مؤخرا. الأهلي يتحفظ على فكرة الدخول في مفاوضات رسمية مع فيستون مايلي مهاجم بيراميدز من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها عامل السن لوجود رغبة لدى إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم قادر على إفادة النادي ل3 أو 4 مواسم، وأيضا يكون إفادة للمستقبل، بالإضافة إلى تمسك اللاعب بالحصول على راتب $5 مليون في الموسمين والذي يفوق سقف الرواتب المحددة بالنادي. واتجاهات قوية في الأهلي لتأجيل المفاوضات حاليا مع فيستون مايلي والاتجاه لخيار آخر. الأهلي يفتح بيبانه أمام رحيل إمام عاشور عن الفريق في الصيف القادم بعدما صرح اللاعب سابقا بضرورة الحصول على راتب من الفئة الأولى المميزة والتساوي بعقد زيزو وتريزيجيه، ويتمسك بالحصول على 6 أو 7 مليون دولار من أجل الموافقة على التخلي على خدمات إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن مسؤول النادي أبلغوا إمام عاشور بالبحث عن عرض للنادي يفوق 6 أو 7 مليون دولار من أجل السماح له بالرحيل عن النادي. وتقارير صحفية تؤكد بأن آدم وطني وكيل اللاعب وعده بإيجاد عرض له وللنادي مميز من أجل الرحيل عن الأهلي. الأهلي يرفض التفريط في خدمات أحمد مصطفى زيزو في الصيف القادم لرغبة النادي بتواجد اللاعب مع الفريق في الموسم الجديد. ومصدر بالأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن وجود نية لدى النادي بالتفريط في خدمات اللاعب بسبب عقده المرتفع مثلما ردد البعض، ويؤكد بأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، والنادي متمسك باستمرار اللاعب مع الفريق في الموسم القادم لكونه أحد أهم الأعمدة الأساسية بالأهلي. نادي سيراميكا كليوباترا يصرف جميع المستحقات والمكافآت للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الزمالك القادمة في ختام بطولة الدوري، وذلك من أجل تحفيز جميع اللاعبين على الظهور بشكل جيد في المواجهة وتحقيق الفوز على الزمالك لختام البطولة بشكل جيد. المتحدث الرسمي النادي الشمالي القطري يؤكد بأن إدارة النادي منفتحة على دراسة أي عروض رسمية تصل للنادي للتفاوض بشأن أكرم توفيق خلال الانتقالات القادمة. ويؤكد بأن إدارة نادي الشمالي القطري لن تغلق الباب أمام أي عروض من أجل الحصول على خدماته في حال وصول عرض مناسب، وأن النادي منفتح جدا على فكرة بيع أكرم توفيق في الصيف القادم لامتلاك النادي عدة عناصر في مركزه، وأيضا إشغال اللاعب مكان في قائمة الأجانب بالفريق. ويؤكد أيضا بأن الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية حتى الآن من أجل الحصول على خدمات اللاعب مثلما ردد البعض في الأيام الماضية، وكل ما في الأمر عبارة عن استفسارات فقط من جانب بعض المسؤولين ولم تصل لمرحلة المفاوضات الرسمية حتى الآن. الإعلامي إبراهيم المنيسي ردا على توجيهات إدارة الأهلي اللوم الشديد له بعد نشر خبر اقتراب النادي من التعاقد مع حسام البدري في الموسم القادم، يؤكد بأنه لن يقبل أي لوم أو معاتبة من أحد بشأن تداول بعض الأخبار، وإنه لم ينقطع عن الحديث بتعاقد إدارة الأهلي مع حسام البدري، وهو لم يتلقى أي اتصالات من إدارة الأهلي بعد حديثه عن اقتراب حسام البدري من توليه القيادة الفنية للفريق في الموسم القادم، وإنه يمتلك صفة مدير تحرير جريدة قومية وليس حديثه دائما يعود إلى عمله في النادي الأهلي. ولم يتلقى أي اتصالات من الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي مثلما قيل من جانب البعض عبر مواقع السوشيال ميديا، وآخر مكالمة جمعته مع الأستاذ ياسين منصور منذ انتخابات شهر نوفمبر الماضي.
يسترم مدرب الاهلي يعود للقاهره غدا بعد قضاء اجازه مع العائله عقب الفوز على فريق انبي في الجوله الماضيه في بطوله الدوري، ويقود تدريبات الفريق غدا لبدء الاستعدادات والتحضير لمواجهه المصري البورسعيدي في الجوله الختاميه من بطوله الدوري بعد انتهاء فتره الاجازه الذي حصل عليها لاعبي الفريق بالكامل مؤخرا. والاهلي يؤكد بان سفر يسترم الى بلاده في الدنمارك جاء لوجود ظروف اثريه متعلقه بالمدرب. الاهلي يحاول بكل الطرق الوصول لحلول وديه مع يسترم لفسخ تعاقده بالتراضي مع الاهلي، ومحاولات مكثفة من جانب الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ مع يسترب ووكيله من أجل إقناعه بفسخ تعاقده بالتراضي مقابل الحصول على 6 أشهر من قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده، وذلك لرغبة الجميع بالأهلي بفسخ العلاقة بالتراضي وبدون اللجوء إلى المحاكم الرياضية الدولية للحفاظ على اسم وسمعة الأهلي مع المدربين الأجانب. وتقارير صحفية تؤكد بأن يسترب يتمسك بالحصول على سنة كاملة من قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الأهلي من أجل فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي. المهاجم الزيمبابوي تواندا مسوانيش مهاجم فريق مازارويل الاسكتلندي يدخل دائرة اهتمامات الاهلي بقوة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ومصدر يؤكد بان هناك استقرار كبير داخل الاهلي على بدء المفاوضات والاستفسارات مع وكيل اللاعب وادارة نادي الاسكتلندي لمعرفة مطالبهم المالية من اجل التخلي عن خدماته. ويؤكد بان الكابتن سيد عبد الحفيظ هو الذي سيقود المفاوضات مع اللاعب وادارة نادي مازارويل الاسكتلندي من اجل الحصول على خدماته، وذلك بعدما انال اللاعب اشادات قوية من جانب الجميع بالاهلي إمكانياته وقدراته وعلى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة منه مع الفريق في الموسم القادم. الكابتن سيد عبد الحفيظ يستعد لعقد جلسة مع حسين الشحات في الأيام القادمة لحسم ملف تجديد تعاقده لمدة موسمين مع الأهلي، وذلك بعدما استقر الجميع بالنادي على تجديد عقد حسين الشحات مع الفريق لاحتياج النادي لخدمات وخبرات اللاعب الكبيرة في الموسم القادم، وأيضا بعدما أبدى اللاعب ترحيبه الكبير بالتجديد والاستمرار مع الأهلي وعدم الرحيل عن النادي. أحمد شوبير ينتقد بشدة الإعلام الزملكاوي بسبب انتقاد البعض لقيام محمد أبو العينين مالك ورئيس نادي سيراميكا كليوباترا برصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق للفوز على الزمالك في المواجهة القادمة، ويؤكد بأنه طبيعي جدا أن يرغب أي رئيس نادي في تحفيز لاعبي الفريق قبل أي مباراة من خلال رصد مكافآت خاصة لتحفيزهم على الظهور بشكل جيد في المواجهة، وهو حق أصيل له باعتباره صاحب النادي والمسؤول عنه. أين المزعج أن يرصد رئيس نادي مكافآت لفريقه من أجل تحقيق الفوز في المباريات؟ وبعيد عن المكافآت واي امور اخرى، ففريق سيراميكا بيقدم مستويات قويه هذا الموسم وقدر يعطل الاهلي وايضا بيقدم نتائج جيده في الدوري. ويتعجب من تصريحات البعض من جانب الاعلام الزملكاوي عن رصد احد رجال الاعمال في الخليج مكافآت خاصه للاعبي سيراميكا من اجل تحقيق الفوز على الزمالك في المواجهه القادمه، فهذا الامر لم يحدث اطلاقا، ولو حدث ذلك سيكون من جانب رئيس النادي وليس اي شخص اخر. ومن الطبيعي جدا ان يشعر اي رئيس نادي بالفخر والسعاده عندما يحقق فريقه الفوز والانتصارات، لكن البعض يتحدث وكأنه غير مسموح تقديم مكافآت للاعبين رغم بأن الأمر طبيعي للغاية في كرة القدم، خاصة عندما يكون الفريق بينافس بقوة ويؤثر بشكل كبير في المنافسة على بطولة الدوري. وهناك علامة استفهام كبيرة من حجم الانتقادات التي تواجه إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في مثل هذا الأمور، وكأن هناك من يريد التدخل في حقوق الأندية وطريقة إدارتها. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن أخبار الأهلي.